ايوه اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا. شيعي؟ نعم شيعي. من لبنان؟ نعم من لبنان. بحب انا شيعة لبنان لان محترمين، ما بيسبوش ولا بيشتموا. شكرا حبيبي شكرا. بالله هتشتم؟ حبيبي بس أعطيني دقيقة شوي من وقتك. اتفضل. حبيبي أنا شفت مقطع من مقاطعك من 6 ساعات شفتها. أنت قلت إنه الشيعة لا يحفظون أبنائهم القرآن، مش أنت قلت هيك؟ لا مش كل الشيعة، في شيعة بيحفظوا ابنائهم فعلا. أوكي. في شيعة بيحفظوا اه أبنائهم، عادي ما في عادي. شيعة بيحفظوا أبنائهم. لا لا، في شيعة بيحفظوا ابنائهم عادي. بس معظم الشيعة يعني مثلا، أوكي. انت ترى باللطمي والتطبيري ام لا؟ أنا طبعا ضد التطبير. علشان السيد حسن نصر الله قال لك ضد التطبير، علشان خامنئي قال لك ضد التطبير، صح؟ لا 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 لا، مش هو يعني مثلا السيستاني مثلا هو بعد ما أصدر حكم كامل متكامل إنه تطبير يعني حرام أو هيك، انت بس عارف نحن ليش؟ أنا عارف ليش يا حبيبي؟ تعرف ليش؟ أنا بعرف. لا، لا. لان السيستاني خبيث، اخبث مرجع. امون هذا الله اعلم، هو ولا ابنه اللي بالقناع. اخبث مرجع فعلا. شوف، علشان يكسب هؤلاء ويكسب هؤلاء ينافق في ديني، فيسأل هل التطبير حرام حلال ام حرام، وعشرات بل مئات بل آلاف الرسائل اللي بتروح له في موقعه عشان يحكم على التطبير ومش راضي، أستاذ رامي. ورافض أستاذ عشان رامي. يكسب هنا وهنا. يا أستاذ رامي، لا أرجوك لا تتجاوز على شيوخنا ومراجعنا لو سمحت. أثبت لي دليل واحد انه السيستاني منافق وهيك، بدي اياك تجيب لي جميل دليل. جميل، اثبت لك ذلك، اثبت لك ذلك. أه؟ تفضل. طيب انا اول حاجه عندي 16 حلقه عن السيستاني بعنوان السيستاني خفايا واسرار، وعندي 4 بثوث عن السيستاني مليئه بالطوام. عندي هتكتب رامي عيسى السيستاني بثوث بال3 ساعات وال4 ساعات البث الواحد على السيستاني، ومطلع ليه طوام كبيره جدا. اجيب لك ان السيستاني منافق. السيستاني اولا من فتاوى الاباحيه يجيز تعاقب اكثر من رجل على المراه اليائس. ما رايك في ذلك؟ كل هيدي اكاذيب. شو طيب رايك؟ اقسم برب الكعبه ما انها ليست اكاذيب. لو طلعتها لك الان من موقع السيستاني امام الجميع تقول عنه منافق، وانا فتحت اللابتوب فتحته الان، لو طلعتها لك الان امام الجميع من موقع السيستاني. استاذ رامي لحظه لا انت لحظه. قلت لي كل هذا انا اكاذيب، ما هي دي المشكله يا حبيبي. وانا بينت مشكله الشيعه في كده، ان العقليه يسلمونها للمعممين، التقليد الاعمى. وقرات عليهم الايه من قبل، التقليد الاعمى ده شوي ياخدك الى اسمعني. الهاويه. اسمعني استاذ رامي، اسمعني شوي اسمعني. طيب انا ما بتابعك كثير. انا ما بتابعك كثير، بس انا يعني كنت شوف فيديوهات لمحمد صابر. ماليش دعوه بمحمد صابر رحمه الله واسكنه الفردوس الاعلى. اهوت هجيب لك الان المراه اليائس عند السيستاني، وهجيب لك الان امام الجميع في منهاج الصالحين المراه اليائس وجواز تعاقب اكثر من رجل على المراه اليائس. ايه رايك؟ نفس الفعل عمله محمد ناصر. طيب لو انا جبت لك الفتوى دي الان للسيستاني، مش عايز بالله عليك تكون دماغك مربعه زي حسن زميره، خليك معايا ركز. انت قلت لي دي اكاذيب. لو فتحت لك موقع السيستاني الان ومن منهاج الصالحين وودعت الرابط في البث عشان الكل ياخذ يدخل عليها، سئل السيستاني هل يجوز تعاقب اكثر من رجل للتمتع بالمراه اليائس وما شابه ذلك. لو انا عرضت لك الفتوى الان امام الجميع، هل تتبرأ من السيستاني؟ لا. امال اول بتقول لي كذب ليه؟ امال بتقول لي كذب ليه؟ ليه بتسلم دماغك عرضة للمعممين؟ عرضة عرضة عرضة. أنا هلا ما مش فاتح الباب، عم بحكي عنا الواتساب. طب امال بتقول لي ليه؟ بتقول لي كذب طيب ليه؟ أول شيء لازم أنا ما أنا معاذ الله إني كذب أو إني دلس إني، والله بيشهد، الله بيشهد. طيب بس انا أنا لو بقول طلعت لك لك إنه الفتوى الان، لو طلعت لحظة لك الفتوى نحن. الان. يا أستاذ رامي بس. طب طلعها.
لا لو طلعت لك الآن هل يجوز تعاقب أكثر من رجل للتمتع بامرأة واحدة من دون إدخال، وما الحكم على الإدخال إذا كانت المرأة يائس؟ الجواب يجوز، يجوز عند السيستاني. والله بتضحكني كثير، والله العظيم بتضحكني ما شاء كتير. الله. لا لو عايز تضحك برضه ممكن تخش على امون السيستاني، اعمل له كده اتكلم يا نغه، سيستاني يا نغه، اتكلم يا نغه كده، فهو يعمل له مش هيتكلم، بقاله 93 سنه عامل زي امون كده. لو طلعت لك الفتوى الان، وهو موقع السيستاني، وهو احكام حول الزواج المنقطع، لو طلعت لك الفتوى الان وقراتها امام الجميع ماذا تقول؟ شوفوا أيها الأكارم، قبل ما أقرأ له الفتوى، شوفوا هنا بيسأل ما حكم التمتع بالمشهورات بالزنا؟ امرأة مشهورة بالفاحشة عياذا بالله، يقول الأحوط وجوبا ترك التمتع بهن إلا بعد توبة، ويمكن الرجوع في المسألة، بصوا المنافق، بصوا، ويمكن الرجوع في المسألة إلى من يفتي بجواز التمتع بهن. هو بيلعب على الطرفين يا إخوة، منافق. واحد بيقول له في فنادق، واحد مسافر وفي الفنادق دي امرأة نساء مشهورات بذلك، فبقول له حكم لو جبت هذه المرأة المشهورة بالزنا، يعني كانت في غرفة وهتطلع بالغرفة هتيجي عندي في الغرفة، قال له الأحوط وجوبا ترك التمتع بها إلا بعد التوبة، ولكن تعالى أنا مش عايزك تسيبني في التقليد علشان تعطيني الخمس، ولكن تعالى يمكن ترجع في هذه المسألة إلى من يفتي بجواز التمتع بهن. بصوا المنافق يا إخوة، لعنة. أقول إيه بس بص أهي بصوا، الأحوط وجوبا ترك التمتع بهن إلا بعد التوبة، ويمكن الرجوع في هذه المسألة إلى من يفتي بجواز التمتع بهن مع رعاية الأعلم فالأعلم ما سمعت الشيخ. شفتم يا إخوة؟ شفتم؟ قلت لكم شوية منافقين. ده نفاق ولا مش نفاق يا بتوع المدارس؟ تفضل يا ضيفنا الشيعي اللبناني. حبيبي يا أستاذ رامي، طب خلصت حكي؟ لا أجبني على هذه. لا طب لحظة، أنا ما عم بتهرب، لك رح جاوبك بس لك. أنت قلت إنه يجوز التمتع بأكثر من رجل، مش هيك؟ لا بقول لك إن مرأة عندك، قلت لك إن يجوز لها التعاقب أكثر من رجل عليها، لأن هي يائس فانقطع دم الحيض عنها فليس لها عدة، فممكن في اليوم تتزوج أكثر من رجل. هل السيستاني قال بذلك؟ طيب أجبني نعم أم لا. السيستاني قال بذلك؟ طب اتكلنا على هلا، شو بتقول إذا إن نحن إذا كيف شو بتقول؟ معلش ما تقوليش شنو إذا ونحن. هل السيستاني أفتى بذلك؟ أجبني نعم أم لا. السيستاني أفتى بجواز تعاقب أكثر من رجل على المرأة اليائس؟ أجبني نعم أم لا. عنا إياها، نحن عنا الرسالة الأصلية طبق الأصل، ما حرفنا فيها ولا شيء ولا حرف. طيب أرجع وأعيد عليك السؤال تاني، السيستاني أفتى بذلك أم لا؟ نحن عنا عدة. أسألك تاني. نحن عنا عدة. نحن حبيبي أنا أسألك تاني، المرأة اليائس ليس لها عدة، السيستاني أفتى باللي أنا قلته ولا لا لم يفتي بذلك؟ لا. طيب ما أفتى. طيب تقول لعنة الله على السيستاني يعني إن كان أفتى بذلك؟ لا أصلا أنا أيوة. لا بدي ألعنه إذا ما عملها. خلاص تعالى بقى ما أوريك أنا. بص أيها الأكارم، دي الفتوى رقم 10. خليني بص أوريكم تاني. ده موقع السيستاني أهو، ويشهد الله علي أني ما أكذب أهوت. هذا موقع السيستاني، وهنخش هنا يا إخوة. بص أهوت، بص يا إخوة، هنخش هعمل ريفريش هنا للموقع أهوت عشان تتأكدوا إن هذا موقع السيستاني أهو. بصوا هذا موقع السيستاني أهوت عملنا ريفريش. هننزل فتاوى سماحة الشيطان، سماحة السيء السيستاني. ننزل الفتوى رقم 10، الفتوى 10 3 4 5 6 7 8 9 10. هل يجوز زواج المؤقت؟ لا مش 10، يبقى لا اهي 9. لا ولا 9 كانت فين؟ لا كان ما حكم التمتع مجرد الزنا؟ هل التمتع بعرضها وعورات؟ لا. هل يجوز عقد الزواج مع بنت لا تؤمن؟ هل يجوز العقد متعة على الاختين؟ لا. اللي بعديها اهو 12 على عدد الائمه الاثني عشر، الفتوى بعدد الائمه الاثني عشر. اقرأوا معايا. هل يجوز تعاقب اكثر من رجل للتمتع بامرأة واحدة؟ انتبهوا يا اهل السنة وانتبهوا يا ضيوفنا الشيعة، يجوز تعاقب اكثر من رجل بامرأة واحدة. اسمعوا شوف الفتوى تاني. هل يجوز تعاقب أكثر من رجل للتمتع بامرأة واحدة من دون إدخال؟ يعني مش هتنجب، مش هينزل فيها شيء تنجب. وما الحكم مع هذه الكلمة إذا كان، أنا أستحي أقرأها والله، إذا كانت المرأة يائس؟ الجواب أيوة يا سيء السيستاني، يجوز 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 يجوز. اكمل. يجوز
من دون دخول إذا لم تكن يائس. يعني إيه؟ والله العظيم قالها لي واحد معمم وسيد، وتقابلت أنا وهو مع بعض شخصيا ومهتدي، وكان بيلقب بحجة الإسلام، يشهد الله. قالها لي، قال لي يا شيخ رامي ونحن في الحوزة كنا بنأتي ببنت فتاة بكر، فتاة بكر نتمتع بها أكثر من شخص، أكثر من معمم، ونحن طلبة في الحوزة. يقول لي ولكن أنا كنت أتقزز من هذا. فبيقول لي كنا بنأتي بالفتاة هذه ونتمتع بها جميعا. كنا بنأتي الأول بامرأة يائس علشان الكلام يبقى صدق، بامرأة ونتمتع بها، امرأة يائس. فقلنا للأستاذ عندنا في الحوزة، فقال ويجوز أن تأتوا ببنت بكر، بنت بكر وتتمتعون بها، ولكن شريطة عدم الإدخال هذا، يعني بيكون من الخلف وما شابه ذلك. وبيقول لي كنا بنفعل ذلك. فالسيستاني بيسأل دلوقتي، ممكن طلبة الحوزة 5 6 يتفقون مع بعض يقولوا ما نطلع ندور على بنت فتاة والجماع لا يكون قبل. وأنا آسف على هذه الحلقة ولن أكررها تاني، وأعرف أن معي أسر، وأنا آسف لن أكرر هذا تاني، إن يجامعها وليس قبلا ولكن دبرا. فيجيبوا بنت 16 سنة 17 سنة ويخشوا 5 6 عليها. فهو السيستاني بيسأل هنا، هل يجوز تعاقب أكثر من رجل التمتع بامرأة واحدة من دون إدخال أو بشيء يمنع الإنزال في المرأة؟ ممكن يعني في القبل، ولكن يعني الرجل يفعل شيء لا ينزل يعني ينزل في الخارج. فبصوا قال إيه بقى السيستاني، هل يجوز، أهو بصوا السؤال أهو، هل يجوز تعاقب أكثر من رجل التمتع بامرأة واحدة من دون أكثر من رجل، وما حكمه مع الإدخال إذا كانت المرأة يائس؟ السيستاني الزنديق أفتى إيه؟ يجوز من دون دخول إذا لم تكن يائسا. يعني ينفع بدون إيه هذه الكلمة؟ إذا لم تكن يائسة 10 15 أنتوا شطارتكم. شوفوا النصف الثاني بقى، ويجوز مع كذا إذا كانت يائسا، إذا كانت يائسا، كل ذلك بعد انتهاء مدة الزوج السابق أو هبة المدة لها. يعني يقول لها إيه الأول؟ يقول لها تمتعت بك 10 دقائق، الثاني نص ساعة، لا المعممين كلهم هياخدوا 3 دقائق. المهم فهيأتي المعمم يجوز مع كذا إذا كانت يائسا، كل ذلك بعد انتهاء المدة. يعني كل معمم، لأن المعممين بيبقوا في الحاجات دي صراحة، فكل معمم السريع كل واحد معمم هيتمتع بها 3 دقائق. يعني هي ممكن في نص ساعة تكون تمتعت مع 10 معممين. ماليش دعوه بالحاجات دي. فدي فتوى السيستم. لو سمحت كلمتين. مين معايا؟ انا معي والدة المتصل. طيب انا لا استطيع ان اتكلم معك في مثل هذا، انا اعتذر، لا استطيع ان اتكلم معك في مثل هذا يا والدة المتصل، واسف على الخط. لا استطيع ان اتكلم مع امرأة واحاججها بمثل هذه القاذورات. وانا عرضت الفتوى امام الجميع، عرضت الفتوى والله ورب الكعبة دين دعار. أنا لا أقول عنك شيء من ذلك، لا، أنا أعرف أن في كثير من النساء الشريفات التي لا تقبل ذلك على نفسها، وأعرف أن كثير من النساء الشريفات الشيعيات التي لا تقبل فتوى هذا الزنديق السيستاني. أهو الفتوى رقم 12، خلوني أيها الأكارم الفتوى رقم 12 ديت خدوها كوبي كده هي تلاقيني مش عارف اطلع الرابط من هنا. خدوها كوبي كده وشوفوها، هتلاقوها موجوده عندكم. فهذا دين، هذا دين، وانا لا استطيع ان اتحدث معك يا فتنة الشيعيه في ذلك، وانا ما كنت اعرف ان هو ولد في ذلك، ان هو اتصل. اسال الله ان يهدي الشيعه وان ياخذ بهديهم الى نور التوحيد. وهذا هو السيستاني القذر، حسبنا الله ونعم الوكيل.